ازاي تقدر انك تحول الكلام اللي بتكتبه على ورقة عادي جدا لماث ايكويشن على وورد. بس ده اللي هنعرفه في الفيديو النهارده. اهلا بيكم في حلقة جديدة يا شباب. النهارده عندنا حلقة جميلة وجديدة عن شرح من شروحات برنامج وورد، اللي هو ازاي تعمل insert معادلة رياضية بالماث، بس من غير ما نيجي بقى عند الايكويشن ونقعد ندخل في كل سيمبل. الموضوع هيبقى رخم قوي من هنا، تقعد تدخل كل سيمبل حرفيا وعندك اكتر من حاجة، فالموضوع مش احسن حاجة. في طريقة اسهل انك تكتب عادي جدا لكنك بتكتب على ورقة، والبرنامج ذات نفسه هيحولها لك هو لايكويشن، فموضوع لذيذ جدا. فنيجي هنا ندوس على درو وبعدها انك تو ماث، وبعدها نبدأ مثلا نكتب اي ايكويشن. نكتب مثلا ايه x بلس مثلا 2 equals to 4، اي حاجة. فزي ما انتم شايفين حصل مشكلة هنا ان هو كتب ال 4 واي، فنيجي بكل بساطة نعمل سيلكت لل 4 دي ونقول له لا دي مش واي دي 4. بكل بساطة كتبت زي ما انتم شايفين، ونعمل انسيرت للايكويشن بقت موجودة عندنا اهي بالشكل بتاع الماث بتاعها الطبيعي جدا اللطيف. فدي موضوع سهل جدا. تعالوا مثلا نجرب حاجة تانية ممكن تكون صعبة تتكتب او يعني طويلة شوية انك تتكتب بالطريقة العادية. فنيجي نعمل درو كمان مرة انك تو ماث واكتب مثلا ايه x اصغر او قد 5 اصغر او قد y. فزي ما انتم شايفين الايكويشن مكتوبه اهي ودخلناها بكل بساطه مثلا في 3 ثواني. مثلا نجرب كمان حاجه، مثلا نجرب الساين. فنيجي هنا عند انك تو ماث ونكتب مثلا ساين تبقى ده ثيتا مثلا equal باي over 2. جميل جدا. ونعمل انسيرت كمان مره للايكويشن زي ما انتم شايفين موجوده اهي. طبعا الموضوع ده كمان مع قلم هيكون احسن واحسن، لكن هو دلوقتي اصلا انا بكتب بالماوس وزي ما انتم شايفين الموضوع ماشي كويس جدا. فمثلا نكتب دلوقتي الديريفيتيف. تعالوا نجرب مثلا نكتب دي باي دي x squared equals to 2x. حلو قوي. ده زي ما انتم شايفين في مشكله في علامه الديريفيتيف ان هو كتبها partial derivative، فتيجي ندوس عليها نقول له لا ده الديفرنشال اوبريتور، وهنا برضه ده الديفرنشال اوبريتور. والدنيا زي ما انتم شايفين ازاي جدا عملنا insertion الايكويشن. نجرب اخر حاجه المره دي، مثلا نكتب الليميت. نيجي برضه نعمل draw، نيجي نعمل انك تو ماث، بعدها نكتب limit as x tends to infinity of 1 over x equal to 0. في برضه مشكلة في الانفينيتي، نيجي نعمل سيلكت ندوس عليها نقول له لا دي مش أي حاجة، دي الانفينيتي بتاعتنا الحلوة. وبس كده موضوع لذيذ جدا. وممكن برضه عايزين نحط أقواس من هنا، نعمل أقواس من هنا وأدي قوس من هنا. فدلوقتي الموضوع عملنا له انسرشن بكل بساطة. فزي ما انتم شايفين الموضوع لذيذ جدا ومش محتاج أي تعب، وبرضه لما معاك قلم الموضوع هيكون أحسن وأحسن. بس ده كان شرح فيديو النهاردة. شكرا جدا ليكم على المشاهدة، متنسيش باللايك سبسكرايب كومنت والشير، واشوفكم على الدعم المستمر. مع السلامة.